السلام عليكم، حياكم الله. بالله شوفوا هذوم اللي يبوا يرفعوا الحصار عن غزة ويبوا يرفعوا المعاناة عن أهلنا في غزة، يوم واحد ما استطاعوا أن يتحملوه. شوف اسمع بس. جيبوا لنا ماء بارد، جيبوا لنا خيم، جيبوا لنا احتياجاتنا. رانا تعبنا، رانا معانا رجال كبار، رانا معانا نساء، راهي الشمس قويه، راهو ما عندناش حتى تواليت، راهو حتى النساء باش يدخل تواليت ما عندناش تواليت، عندنا صحراء منا وصحراء منا. جيبوا لنا على القليله تواليت متنقله باش ينجموا يقضيوا فيها قضيه حمام متنقل باش ينجموا يستريحوا. مانيش باش نفسر لكم. تعرفوا ليبيا تواليت وما عادش نقدروا نتحمله. هو يوم واحد على الحدود ما قدرتوش تتحملوه، يوم واحد على الحدود ما قدرتوش تتحملوه. كيف منطقيا، كلام منطقي، كيف تبي تمشي تفك الحصار وانت يوم واحد ما قدرتش تتحمله؟ وين المنطق في الموضوع هذا كله؟ وبالمناسبة الشخص اللي تكلم هذا صاحب الموضوع هذا كله واللي أسس له، هذا رافع شعار في صورة حسن نصر الله الرافضي المجوسي اللي يطعن في أم المؤمنين ويطعن في أصحاب الرسول. هذا من مؤيدين حسن نصر الله. الله المستعان. أكيد الصورة أكيد واضحة أمامكم. والسلام عليكم.